محمد جاد، نائب مجلس الشعب السابق ونائب رئيس لجنه حزب الوفد بورسعيد. أصدر حزب الوفد بيان، هذا البيان بيتضمن بعض الأشياء أو بعض اللي بنسميها، مش هنقول التجاوزات، ولكن بعض الإخفاقات التي تمت في خلال عهد السيد المحافظ. النهارده بقاله 8 شهور أو 9 شهور النهارده موجود في المحافظة. احنا عندنا مشكلة التجار والتجارة في بورسعيد. عندنا في لائحة تنفيذية المفترض إن هي المنطقة الحرة، لائحة تنفيذية دي اللي هي كيفية العمل أو لائحة النظام للعمل بالمنطقة الحرة. هذه اللائحة لم تصدر. حينما تقدمنا إلى المسؤولين في القاهرة بمقترحات للائحة، فهم سألوا فين التنفيذيين وفين مقترحاتهم، لأن ده مفترض إن ده مقترح التنفيذيين هم اللي بيقدموه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عندنا بعض السلع المحظورة، وهذه السلع يجب مخاطبة المسؤولين سواء كان وزير التجارة أو وزير المالية أو الاثنين مع بعض، بأن هناك بعض السلع المحظورة على يعني لا يتم استيرادها في بورسعيد، فيجب أن احنا نرجع منها بعض السلع حتى يستطيع المواطن البورسعيدي أو البائع البورسعيدي أن هو يتعايش ويبقى في ميزة موجودة لأن هو في منطقة حرة. ثم نأتي في النهاية إلى أو في نهاية المشاكل بتاعت التجار، وهي كثيرة، ولكن نأتي في النهاية إلى الإصدارات الأخيرة للبطاقات الاستيرادية وقيمتها 2400. وهذا الإصدار طبعا احنا ما بنقولش إن هو في خلل، لا ده في خلل أكيد على الاقتصاد المصري وعلى المستورد البورسعيدي بصفة خاصة، لأن 2400 لا يستطيع أبدا أحد أن يستورد بهم، بل بالعكس هو ممكن يجيبوا 10 15 كرتون، ما تجيبش 10 كراتين اللي هو ممكن السماح بهم. وده هيأثر على التجارة في بورسعيد وهيأثر على الاقتصاد المصري. فيجب أولا إن احنا نرفع هذه الحصص كلها 7000 جنيه قيمة الحصة، أو 7000 قيمة الحصة تبقى موجودة 7000 جنيه بدل 2400. وده ممكن إن احنا عندنا رصيد موجود. حصة بورسعيد مفترض برجوع القرار أو القانون 6/2013 اللي هو ألغى جميع القوانين المترتبة على إلغاء قانون المنطقة الحرة، ترجع لقانون 24 سنة 76، وبالتالي يبقى المفروض ان حصه بورسعيد ترجع سبق عهدها 220 مليون. يعني لسه عندنا احنا النهارده حصه 290 مليون، يجب ان احنا نستعوض هذه الحصه بالباقي. في هذه الحاله نستطيع ان احنا نرفع اجمالي الحصص الصغيره كلها ل 7000. عندنا مشاكل اخرى في التهريب، وعندنا مشاكل اخرى في الدائره الجمركيه. عندنا حينما استطاع احمد الصياد وهو مع حفظ الأوقات طبعا كان ماسك الإدارة المركزية في الجمرك، استطاع ان هو يحد من عملية التهريب داخل الدائرة الجمركية. للأسف صدر له قرار بنقله وده خسرته بورسعيد. احنا النهارده المسؤولين وأين السيد محافظ بورسعيد من نقل هذا الرجل من هذا المكان؟ كان يجب أن يتمسك به، لأنه استطاع في فترة بسيطة أن يدخل الخزانة العامة وخزانة المنطقة الحرة في بورسعيد مبالغ كثيرة. نكمل بعد كده في البيان برضو مشكلة نقابة المعلمين. حتى الآن لم يصدر أو لم يتخذ المحافظ، في حين أن في محافظات أخرى اتخذت قرار. مجلس موجود، المجلس القائم النهارده في منه مقبوض عليه لأنه من الجماعة المحظورة. المفروض أن في محافظات سبقتنا في أن هي اتخذت قرار بحل مجالس نقابات المعلمين. كان المفروض أن هذا يصدر في نقابة بورسعيد، وهو شاف الاعتصامات الموجودة واحنا رحنا ووقفنا معاهم. في النهايه بس عايز اقول ان حزب الوفد ما بيصرخش عن الشعب البورسعيدي ولا اهالي بورسعيد، ولكن بيتضامن معاه في جميع مواقفه، وهو يتضامن معاه النهارده في مش هقول اقاله او الكلام ده، انا بس هقول تصحيح مسار للمحافظه، تصحيح مسار السيد المحافظ، ان هو النهارده يجب الاعتماد ويجب ان يضع في حسبانه ان هناك قوى سياسيه وقوى شعبيه موجوده في بورسعيد في غياب المجالس المحليه. المجالس المحليه النهارده بقى لها 3 4 سنين مش موجوده، وكان يجب ان يستعيد القوى السياسيه والقوى الشعبيه الموجوده في بورسعيد. هتوضح له وهتوري له الطرق والحلول اللي موجوده، لان احنا بيمر علينا وبيجي لنا مشاكل كتيره جدا، سواء في حزب الوفد او حزب التجمع او الدستور او المؤتمر او المصري. هذه الاحزاب متجاوبه مع الشارع وبيجي لها مشاكل. افترض ان السيد المحافظ يعمل لقاءات مع هذه القوى السياسيه تستطيع حل مشاكل بورسعيد. عندنا عده مشاكل كثيره، عندنا مشاكل سياحيه، عندنا مشاكل، عندنا ارض النهارده من الارض المعموره اتصورت وبقت ملاعب، وده للاسف الشديد من اخطر ومن اكبر الاماكن
اماكن سياحيه في مصر كلها، شاطئ المعموره ده او ارض المعموره. عندنا مول مقفول امام البطرس، عندنا مركب عائم، عندنا حديقه اسمها حديقه المنتزه 11 فدان موجوده، في ظهرها حديقه 6 فدان كمان. للاسف الشديد عدم استغلال. مش هقول ده كل ده تراكمات على السيد المحافظ، ولكن كان يجب ان هو ياخد الافكار اللي موجوده ويبدا ينفذها او يبدا الشروع ان هو يتجاوب. طب كنا بس عايزين نسأل حضرتك، حصل احتكاك من يومين ما بين المحافظ وبعض المعلمين عند الخاصين بالتقدم لمسابقة 420، عايزين بس نعرف رأي الحزب فيها ايه؟ هو طبعا احنا بنقول ان يجب احترام اي رمز موجود، سواء كان محافظ او اي مسؤول، احنا بنحترم طبعا ونقدره، ولكن عندما يكون المسؤول في عدم ادراك المشاكل اللي موجوده، وخصوصا في المعلمين بالذات 441 اللي هو المشكله اللي عندهم، بيقابل حاجات زي كده. لكن كان المفترض ان السيد المحافظ يحل هذه المشكله وهي في بيته، وان هو يحلها، والمفترض ان يحلها، وحلها بسيط وحلها سهل، وقبل ما يروح هذا المكان. شكرا جدا لحضرتك.